بس قلت لي انه ثقافة الخوف راسخة ومكرسة في النفوس ومش مرتبطة بدين واحد وانما بكل الاديان. اه فالناس بقالها قرون خايفة، امم وقرون الناس بتخوفهم بحالات الهلع والعذاب. وان كانش عذاب الاخرة فهيبقى في عذاب في الدنيا. امم هذا ينفى، هذا يقتل، هذا يسجن، امم هذا يمنع، هذا يقطع عيشه. بالظبط. وما الى ذلك هيتغيروا ازاي وهم خايفين؟ طب ما في ناس اتغيرت. طب ما احنا نبص الناس اللي دفعوا الثمن. يعني ايه اللي جرى لهم يعني؟ طب بص لي انا يعني، طب ما انا دخلت السجن ايام سادات واتنفيت وسمعتي شوهت. ده في شباب بيقول لي احنا جينا الملتقى وكنا متصورين هنشوف غولة هنشوف واحدة غولة كده، فتشويه سمعة. طب آه. جرى لي ايه؟ ولا حاجة. اصل احنا بنخاف من خيالنا على فكرة. الخوف ده، احنا بنخاف من الموت ومن الجحيم. يعني الاطفال بيتربوا على الخوف من الموت ومن الجحيم، مم. وانه يقول الحق، يتعلم الكذب من ابوه وامه. اه. فلو ان احنا نغير التربيه والتعليم، التربيه التعليم. والتعليم. انت عارف في بلاد كثيره اسلاميه في اسيا وفي بلاد تانية الاطفال بيتعلموا بطريقه مختلفه خالص عننا. مم. ما بيدرسوش الدين الاسلامي بس، بيدرس لهم الاديان الكبيره الرئيسيه، والطفل بعد كده يفكر ويختار. كنت لسه هسأل في ده. هل من السليم انه يتم تدريس الدين في المدارس ايا كان الدين ده هو دين اسلامي ودين مسيحي وما الى ذلك، ولا عدم تدريسه نهائيا، ولا انه يمكن كان في مقترح من كام يوم على انه درس الاخلاق الحسنة م- والمبادئ العامة م. ومحدش يدرس دين في ما المدارس؟ هو ده اللي بيعملوه، هم بيستخلصوا من الأديان القيم الأخلاقية اللي بتدعو للعدل والصدق والمساواة. في كل دين. ده ما يبقاش اجراء صادم هنا في مصر؟ أبدا. صادم ليه؟ لأنه منطقي. وهل أصل كل حاجة في منطقي. مصر منطقية؟ أصل كله ما هو لازم، ما هو لازم يبقى منطقي. لأن الطفل مش مفروض يتعلم الدين بتاع أبوه بس. أنا كنت في المدرسة، يجوا البنات المسلمات يجيبوا لنا شيخ مسلم، اه. البنات القبطيات يجيبوا لهم السيسي يدرس لهم. ايه ده؟ ونفصل الناس عن بعضها. ويفصلونا. وبعدين يقولوا ده المسيحيين النصارى دول وحشين وده، ويعلموا الفتنة للأطفال. مم. الفتنة من الطفولة. فالمفروض ايه؟ يستخلصوا من جميع الأديان القيم. وكل دين، جميع الأديان بتحث على الصدق والمساواة والعدالة وما إلى ذلك، لأن الله هو رمز للصدق والعدل. مش كده ولا إيه؟ طبعا. في جميع الأديان. طب ما يدرسوا ده، على الأقل يوحدوا بين الأطفال، على الأقل يعلموا حقيقة وجوهر الدين. ما يجيبوش بقى نصوص. ده كانوا بيدرسوا لنا نصوص غريبة جدا. النفاثات في العقد ما كناش بنفهمها. دي عملت لي عقدة. انت عارف وانا طفلة ازاي؟ الآية دي عملت لي عقدة، لأن النفاثات في العقد يعني إيه؟ الطفل عنده 6 سنوات أو 7 سنوات يفهم إيه في النفاثات في العقد؟ بدل ما يقولوا النفاثات في العقد يعلموه الصدق، يعلموه الأمانة. أهي دي الأخلاق. هو ده. حاجات يقدر يستوعبها عقل الصغار يعني. بالظبط. هل التغيير في مصر يبقى تغيير راديكالي يعني بالصدمة، ولا انه يبقى تغيير متدرج؟ ما هو برضو الفاصل، أنا مش بفصل قوي بين الراديكالي والمتدرج. علشان إيه؟ يقول لك أنت راديكالي ثوري، أنت خيالي، أنت ها. عندك طفولة ثورية. ده كل ده تكسير مقاديف، مم. تكسير. احنا المهم ندخل الى جذور. انا ما بقولش راديكالي او بالبطء يعني، تدريجي. احنا الاول، هل احنا بنغير في الجذور ولا بنغير في الشكل بس؟ احنا لازم نغير في الجذور. جذور الفكر الطبقي الابوي نغيره، مش نتننا في الشكل. زي ما اقول لك، هو في التربيه والتعليم بدل ما يدرسوا الاسلام والمسيحيه كما تدرس في مصر، مم. يدرسوا جوهر الاخلاق
في الأديان كلها.